السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي سألت على الايرور اللي بيظهر في المكنة كيوسيرا 7901 أو 7902 أو 903 أو 904 بيكون سببه إيه، فأنا دلوقتي هعرفك الايرور ده تلغيه ازاي بأسرع وقت وبحيث إن هو ما يظهرش تاني. عايزك بقى تركز معايا في الفيديو وتصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة ولك للفيديو. أنا أول حاجة هنعملها إن إحنا هنفتح البوابة، بعد كده نطلع علبة الحبر بتاعتنا. تمام. بعد كده بيبقى فيه 4 مسامير في الهبر، هنا بيبقى فيه مسمار بس طبعا احنا فكينه علشان نسرع لك الفيديو، وبيبقى في الجنب ده في مسمار تاني برضو احنا فكينه، وهنا وبيبقى فيه تحت علبة العادم دي مسمار. تمام. بنطلع علبة العادم خالص والمسمار الأخير بيبقى هنا تحت. تمام. وبعد كده بنفك الوش دوت بالمسمار بتاعه وبنفك الكابل، بس قبل أي حاجة هنطفي المكنة بتاعتنا. تمام. وبعد كده هنفك الكابل بتاعنا بتاع الهبر، وهنطلع الهبر عن طريق ان احنا بندوس على اللوك اللي جوه ده، والناحيه التانيه بيبقى فيه لوك شبهه بندوس عليهم لجوه. بعد كده بنطلع الهبر خالص. انت بتجي فوق ولتحت كده بسلاسه بحيث ان هو يطلع معاك. تمام. بس طبعا المكنه دي احنا محولينها ابيض واسود، فال 7901 دوت بيبقى اللون الاسود. طبعا احنا مش مركبين الكابلات عشان اعرفك موضوع الايرور ده بيظهر ليه. الكابلات ديت انت كل اللي هتعمله ان انت هتطلع الكابلات بتاعه المجاميع كلها تنضفها كويس، وتنضف مكان السوكت دوت، وتنضف الكابلات دي كويس بمادة اقاي او بتينر، او قصدي او بتربنتينا بتينر او بتينر اي حاجة بتجف بسرعة زي مثلا الكحول مثلا. وبعد كده بترجع تركب الجاكات بتاعتك. تمام. بعد ما بتنضفهم كده كويس ترجع تركب الجاك بتاعك وتركبهم وتدوس عليهم كويس وتتاكد ان انت مركبهم كويس جدا ومنضفهم. تمام. وبعد كده هترجع بقى ترجع الهبر بتاعك، وبعد ما تعمل الكلام ده في المجاميع كلها، لان 3 و4 و2 بيبقى على حسب الالوان. تمام. بعد كده نرجع نركب الهبر بتاعنا تاني، ندوس برضك على الزرارين اللي في الجنب ونبدا نربط المسامير بتاعتنا والكابلات. وبعد كده نربط مساميرنا ونركب كابل الهبر زي ما كان، وهنرجع نشغل المكنه وان شاء الله الايرور اللي ظهر لك ده هيختفي. والايرور دوت يا جماعه بيبقى بسبب نظافه الكارته، بيبقى الكارته عايز تنضف، يا اما تانك الديفولبر بيبقى فيه مشكله. يعني احتمال بيبقى تانك الديفولبر في بعض الاحيان، بس انا بقول لك على التصرف المبدئي بحيث ان انت تضيع الايرور دوت. تمام. وعايزك بقى تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، واي حاجه تحتاجها هتبعت لي في الكومنتات تقول لي مثلا عندي عطل كذا، او بيظهر كود كذا، او بيظهر حشر في المكان الفلاني، وانا ان شاء الله هساعدك عن طريق الفيديوهات اللي بنعملها. والسلام عليكم ورحمه الله.